وكل بيست وليه بيست، ومش عايزك تبقى انت في الاخر اللي البيست. دي مش نصيحة في العلاقات على قد ما هي نصيحة من اخ بيحكي لكم ده من واقع جلسات او من واقع الحياة اللي احنا عايشينها. بلاش تدوا مفتاح شريك حياتكم لحد. بلاش تقعدي مع صاحبتك وتقولي لها جوزي بيحب ده وما بيحبش ده، وده بيضايقه وده بيعصبه واللي بيفرحه كذا وكذا وكذا. وانت كمان بلاش تقعد مع صاحبك وتقول له مراتي مطلعه عيني في كذا وبتحب كذا وده اللي بيضايقها، واصل هي نظامها واصل هي بتحب ده وما بتحبش ده. انتوا ما تضمنوش اللي انتوا بتحكي لهم دول، ولو ضمنتوهم ما تضمنوش الشيطان ممكن يأثر عليهم ازاي. طب خلينا نقول ان هم اقوياء والشيطان كمان مش هيأثر عليهم ودول ناس ثقة جدا. انت ما تضمنش ان ده يكون ليه صاحب، مع كل صاحب وليه صاحب ممكن من غير هما ما يقصدوا يحكوا لحد، والحد ده ياخد الكلام يوصله لحد والحد يوصله لحد. يبقى انتوا اديتوا مفتاح شريك حياتكم للشخص اللي يكون نفسه ضعيفة او شيطانه يقدر يدخل له يصور له انه معاه المفاتيح اللي يقدر يتملك بيها شريك حياتكم. فليه نعمل كده في حياتنا من الاول؟ اقفلوا على حياتكم وخلي ليكم خصوصية في حياتكم، وربنا يسعدكم في حياتكم.